قبل ما نبدأ الفيلم قولولنا في الكومنتات الصور دي من فيلم ايه. ويلا نبدأ. بيبدأ الفيلم ببنتين صغيرين اسمهم تشارلت وتيانا، واللي بيسمعوا حكاية عن أميرة بيس الضفدع وبعدها تحول لأمير وتجوزوا. وبتقول تشارلت إنها مستعدة تبوس ضفدع لو هيتحول لأمير ويتجوزها، لكن تيانا بترفض الكلام ده وبتقول إن عمرها ما هتعمل كده أبدا. وبعد كده بيدخل والد تشارلت الأوضة وبتوري له تشارلت فستانها الجديد، فبيروح والد تشارلت يشكر الخياطة يودورا وبيقول لها إنها أحسن مصممة أزياء. وبتقول تشارلت لباباها إنها عايزة نفس الفستان اللي موجود في حكاية الأميرة والضفدع، فبيسأل والد تشارلت يودورا إذا كانت هتقدر تعمل نفس الفستان، فبتقول له إنها هتقدر. بعد كده بتقول يودورا لبنتها تيانا تستعد علشان هيروحوا لأن باباها مستنيهم، وبتاخدها وبينطلقوا. ولما بيوصلوا البيت بنشوف يودورا اللي بتشتغل على مكنة الخياطة وتيانا وباباها بيطبخوا مع بعض. وبتطلب تيانا من باباها انه يجرب الاكل بتاعها، فبيدوق وبيقول لها ان ده احسن اكله في حياته. وبيتجمعوا كل الجيران وبياكلوا معاهم، وبيقول والد تيانا ان اجمل حاجه في الاكل انه بيجمع كل الطبقات وبيرسم الابتسامه على وشهم. وبعد شويه بتروح تيانا علشان تنام، وبتقول لباباها ومامتها انها شافت قصه عند تشارلوت بتقول ان لو حد شاف نجمه بتلمع في السماء يتمنى امنيه، ووقتها الامنيه دي هتتحقق على طول. ولما بيخرج باباها ومامتها من الاوضه بتقوم تيانا وتقف في شباكها وبتبص على النجوم، وفجاه بتلاقي جنبها ضفدع، فبتصرخ وبتفضل تجري. وبتمر السنين وبتكبر تيانا وبتشتغل جرسونة علشان تحوش فلوس وتحقق حلمها وحلم باباها وتفتح المطعم اللي كان نفسه فيه. وفي المطعم بتقول واحدة لتيانا تروح معاهم الحفلة بالليل، لكن تيانا بترفض وده لأنها شغالة شفتين. وبتروح تشارلوت وباباها للمطعم وبتقول تشارلوت لتيانا إنها فرحانة جدا لأن الأمير نافين هيزور مدينتهم النهاردة، وكمان باباها عزمه على الحفلة بتاعتهم وإنه هيقعد عندهم في البيت كضيف. وبتدي تشارلوت لتيانا فلوس كتير جدا وبتقول لها إنها لازم تعمل أكل كتير حلو علشان يعجب الأمير، فبتفرح تيانا بالفلوس لأن كده هتقدر تفتح المطعم اللي نفسها فيه. وفعلا بتروح تيانا وبتأجر بيت قديم علشان تعملوا مطعم ليها، وبتبدأ تيانا ومامتها يرتبوا المطعم وهم مبسوطين جدا. وبتقول تيانا إنها خلاص قربت تحقق حلمها. وفي الوقت ده بنشوف الأمير نافين اللي بيوصل للمدينة وبيرقص وبيغني في الشارع، وبيجيله المساعد بتاعه وبيقوله إن هم لازم يروحوا بيت والد تشارلوت لأنه كده هيتأخروا على الحفلة. لكن في الوقت ده بيجي ساحر وبيقول للأمير نافين إنه هيقرأ له حظه، فبيقول مساعد نافين إن الساحر ده شكله نصاب. وقتها بيتعصب الساحر وبيبدأ يوري لهم حيله السحرية، وبيقول للأمير نافين إنه جاي من عيلة مالكة لكنه مش معاه فلوس وبيدور على أميرة معاها فلوس علشان يتجوزها. وبعد كده بنروح للحفلة وبنشوف تشارلوت اللي بتكون متوترة جدا لأن الأمير لسه موصلش، وبتحاول تيانا إنها تهديها. وفي الوقت ده بيتم الإعلان عن وصول الأمير نافين، فبتروح تشارلوت للأمير وبترقص معاه وهي مبسوطة جدا. وبيجي للحفلة أصحاب البيت اللي تيانا اشتريته منهم علشان تعملوا مطعم، وبيقولوا لها إنهم غيروا رأيهم ولقوا حد هيدفع لهم فلوس أكتر منها بكتير، بس بيقولوا لها إنها لو قدرت تدفع فلوس أكتر يوم الأربع الصبح هيسيبوا لها البيت. وبتروح تشارلوت لتيانا علشان تطلب منها تجهز الأكل علشان الأمير، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي تيانا واقعة على الأرض وبتعيط، فبتاخدها لأوضتها علشان تغير هدومها وبتديها فستان من بتاعها علشان تلبسه. ووقتها بتنبهر تشارلوت جدا بشكل تيانا، وبعدها بتنزل تشارلوت للحفلة علشان الأمير. أما تيانا فبتقف في البلكونة وهي حزينة على حلمها وبتبص للنجوم وبتتمنى إن حلمها يتحقق. وفجأة بتلاقي جنبها ضفدع فبتتكلم معاه فبيرد عليها، ووقتها بتخاف تيانا جدا، فبيفضل الضفدع يهديها وبيقول لها انه الامير نافين. فبتستغرب تيانا جدا وبتساله مين اللي تحت ده، فبيقول لها انه ما يعرفش، وبيقول لها انها لازم تبوسه زي الضفدع اللي كان في الروايه علشان يتحول لامير. فبتبوسه تيانا والمفاجاه انها بتتحول لضفدعه زيه، وبعدها بينطوا هما الاتنين من الشباك علشان يهربوا من الحفله بسرعه. وفي الوقت ده بنكتشف ان الساحر كان حول مساعد الأمير للأمير وحول الأمير لضفدع، وكمان حبس الأمير في برطمان لكن المساعد بتاعه هربه. وبيحكي الأمير نافين لتيانا كل اللي حصل وبيتضايق جدا لما بيعرف إن تيانا مجرد جرسونة، وبيقول لها إنه عرف ليه التعويذة باظت وده لأنها جرسونة مش أميرة، فبتتضايق منه تيانا جدا. وفجأة بيطردوهم الطيور والحيوانات فبيحاولوا يهربوا وبينجحوا فعلا. وتاني يوم بتصحي تيانا الأمير نافين علشان يبدأوا رحلتهم علشان يرجعوا لشكلهم الحقيقي من تاني، وبيفضل الأمير نافين يغني وتيانا هي اللي بتحرك المركب في المية. وفجأة بيظهر لهم تمساح فبيخافوا جدا لكنهم بيكتشفوا إنه تمساح طيب.
وبيحكوا له عن اللعنة اللي صابتهم، فبيفضل التمساح يضحك عليهم، لكنه لما بيسمع كلمة سحر اسود بيخاف جدا وبيقول لهم ان ده زي سحر ماما اودي. فبيسألوه هي مين، فبيقول لهم ان دي اشهر ساحرة في الوادي المظلم، فبيطلبوا منه يوديهم لماما اودي علشان يفكوا السحر ويرجعوا لشكلهم من تاني. وبنروح لتشارلوت اللي بتكون قاعدة مع مساعد الامير اللي متنكر في شكله، وبتعتذر له عن اللي حصل في الحفلة امبارح بسبب الضفادع. وفجأة ودان الأمير بتكبر، فبيبص لورنس على السلسلة المسحورة اللي فيها دم الأمير الحقيقي، وبيلاقي إن الدم اللي موجود فيها بينقص، فبيطلب من تشارلوت الجواز بسرعة، فبتوافق وبتجري بسرعة علشان تحضر نفسها للفرح. بعد كده بيخلص دم الأمير من السلسلة وبيرجع لورنس لشكله الحقيقي، وبنرجع لتيانا والأمير نافين، وبتفضل تيانا تحكي لهم عن المطعم اللي نفسها تفتحه. وفي الوقت ده بيحس الأمير نافين بالجوع وبيبدأ يصطاد حشرات، لكن تيانا بترفض إنها تعمل زيه. وفي الوقت ده بتقابلهم حشرة اسمها ري وبتكون بتنور في الضلمة، وبيعرفهم على نفسه، فبيعرفون نافين وتيانا إن هم رايحين لماما أودي، لكن ري بيستغرب لأن ده مش الطريق اللي بيودي لماما أودي، وبيطلب ري من باقي الحشرات إنهم ينوروا الطريق للضفادع. وبنروح للساحر اللي بيطلب من الأرواح الشريرة إن هم يساعدوه علشان يلاقوا مكان الأمير، وبيقول لهم إنه لما يملك المدينة هيسيبها لهم يعملوا فيها اللي هم عايزينه. وفعلا بتقدر الأرواح الشريرة يوصلوا للأمير نافين وبيخطفوه، لكن الأمير نافين بيقدر يهرب منهم. وبعد شوية بتقدر تيانا والأمير نافين إنهم يوصلوا لمكان ماما أودي، وبيطلبوا منها ترجعهم لشكلهم الحقيقي من تاني. فبتقول لهم ماما أودي عشان يرجعوا لشكلهم الحقيقي لازم الأمير يبوس أميرة قبل نص الليل. وبعد كده بيركب الأمير نافين وتيانا سفينة، وبيقرر الأمير نافين إنه يعمل عشاء رومانسي على السفينة لتيانا، وفعلا نافين بيعمل كده، فبتفرح تيانا جدا وبتفضل تتكلم معاه وبتكلمه عن حلمها وعن المطعم اللي نفسها تفتحه، وبتقوله إن بكرة حلمها خلاص هيتحقق لأن بكرة آخر ميعاد اداهولها أصحاب المكان. فبيقرر الأمير نافين إنه ما يعترف لهاش بحبه، وبيوعدها إنه هيساعدها علشان تحقق حلمها. وبعد كده بتخطف الأرواح الأمير نافين، وبنروح لتشارلوت اللي بتنادى على الأمير نافين المزيف. أما الأرواح الشريرة فبيودوا الأمير نافين للساحر الشرير، وبتوصل السفينة وبتسأل تيانا الحشرة ري عن مكان الأمير نافين، لكن ري بيقول لها إنه ما شافهوش من ساعة ما كان رايح يعترف لها بحبه. وبيعرفها ري إن نافين هيدور على شغل علشان يساعدها تفتح المطعم بتاعها، فبتفرح تيانا جدا لما بتسمع الكلام ده وبتروح علشان تدور على نافين. وبتوصل تيانا وبتشوف تشارلوت وهي بتتجوز الأمير نافين، فبتفتكر تيانا إن الأمير نافين رجع لشكله الحقيقي تاني وهي لأ، فبتحزن جدا. وبترجع تاني لري وبتقوله إن الأمنيات مش دايما بتتحقق. وبيروح ري للحفلة وبيكتشف إن الأمير نافين لسه ضفدع ومحبوس في صندوق، فبيخرجوا بسرعة. فبينط نافين على لورنس وبيوقعه على الأرض، وبيخطف ري السلسلة من لورنس وبيروح يديها لتيانا وبيحكي لها كل حاجة، وبيعرفها إن السلسلة دي ما ينفعش توصل للساحر ولا الأرواح الشريرة. ولما بتروح تيانا علشان تخبي السلسلة بتكتشف إنها تقدر ترجع بشرية من تاني باستخدام السلسلة دي. وفي الوقت ده بيوصل لها الساحر وبيبدأ يمارس حيله السحرية عليها، وبيقول لها إنه يقدر يفتح لها المطعم اللي بتحلم بيه. لكن وقتها تيانا بتقوله إن ده كان حلم باباها، لكنه كان مبسوط أكتر إن عيلته حواليه، وبتقوله إنها هتعمل زي باباها ومش هتتخلى عن الأمير نافين ولا عن تشارلوت. وللأسف في الوقت ده الأرواح بتخطف السلسلة من تيانا وبتتحول لضفدع من تاني، لكنها بتقدر ترجع السلسلة وبتكسرها بسرعة. وفي الوقت ده الأمير نافين الحقيقي بيوصل لتشارلوت وبيحكي لها كل اللي حصل، وبيعرفها إنها لازم تبوسه قبل ما الساعة تيجي 12 علشان يتحول لأمير من تاني. لكن لما تشارلوت بتقرب منه علشان تبوسه بتوصل تيانا وبتمنع إن ده يحصل، لكن وقتها الأمير نافين بيقول لها إن دي الطريقة الوحيدة علشان يرجعوا البشر تاني وتقدر تحقق حلمها. ولما تشارلوت بتسمع الكلام ده بتتأثر جدا وبتقرر إنها تبوس الأمير علشان تساعدهم، بس للأسف الوقت بيعدي والساعة بتعدي 12، وفي الوقت ده بيوصل لهم التمساح وبيعرفهم إن الساحر قتل الحشرة ري، فبياخدوه كلهم عند البحر وبيحطوه في ورقة في وسط البحر وبيودعوه الوداع الأخير. وتاني يوم بيقرر الأمير نافين وتيانا إنهم يتجوزوا، والمفاجأة إنهم لما بيبوسوا بعض بيتحولوا لشكلهم الحقيقي من تاني. وبعد كده بيقدر الأمير نافين يساعد تيانا تفتح المطعم اللي نفسها فيه، وبكده تكون تيانا حققت حلمها بمساعدة الأمير نافين. وبس كده، لو عجبكم الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. سلام.